بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيت درس سويس 57 في الدروس الفقه السنة النبوية، ونبدأ يون المحور يثن السلسلة نسميها الأخلاق الإسلامية. وقيت درس سويسين في الأخلاق الإسلامية اسميس الأمانة. مثلا الأمانة خلق رفيع، ذيوث نتصرفقا عليهم ذي الدين النغ، ذيوث نتصرفقا عليهم ذي ثمتين النغ ذي المجتمع النغ. الأمانة ذيوث نتصرفقا ما يسعت ومذان أذي تعيشي ذي ثلويث وذي عيش وياض يذس ذي الهنا ذي ثلويث. الأمانة ديونو الروج ذي الكنزام قران وين يثيكسفن أذي هني ذي الدونيث وذي هني ذي الأخرث. ولكن الأمانة أهاتي مذان نفهمنت الأمانة ذين يشد كان ومقارن الوديعة إجاسي ثغوسا أتيحرز ذايا كان نسات الأمانة ذيون الخلق يلنا كيثو ذرثنا ماشي كان ذي الودائع عن غيث غوسي وين ما إلا جات ديون جري فاسني كتحرزاض المسؤولية ذي الأمانة، وين صغارين ذي الأمانة، وين يخدم انت فلاح ذي الأمانة، يمضبر في الغاشي ذي الأمانة، وين يتسجن الأمانات يجري فاسنيس الودائع يجري فاسنيس ذي الأمانات إلى قثنت يحرز. ونفي وش بيه صلى الله عليه وسلم يتوسن قبل ذي يغال ذي النبي ذي الرسول، يعني قبل البعثة يتوسن الأمانة السماناس الصادق الأمين. الصادق ذباب انتيذت وين يهدر انتيذت وين تعيشين استيذت، وذا السماناس الأمين وين يحرزن الأمانات. اسميه جار النبي صلى الله عليه وسلم اسمي كغ المدينة يجا الأمانات يجري فاسن من الإمام علي سيد علي رضي ربي فلاس باش تنتير مولان غسلوا من نرسيس النبي الرسول، ولكن الزران ذوين يسعى ترفقا ذوين يسعى تيذت ذوين يحرزن الأمانات. ثقيك ذي المقدمة ثورا نبدو النقطة مزواروث. أولا فضل الأمانة وأهمية هذه الأمانة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. ألف في القرآن الكريم ربي سبحانه يمسد في الأمان تصل الآيات، منها يسد سورة النساء الآية 58 ربي ند إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ربي يمريكم باش تسيوهم لمناث مولان. ينادى ربي في سورة الأنفال الآية 27 يا أيها الذين آمنوا المؤمنين لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ربي ذي لا يجي يحرم الخيانة، خاطر ذا شو ذي العكس الأمانة الخيانة والعياذ بالله. ربي تمسلي المؤمنين يناس المؤمنين وإلا قالت خدع لا ربي ولا نفي ولا الأمانات إلا نجري فسنوان إلى قتل تحرزم. لا يثيض في سورة الأحزاب الآية 72 ربي ناد إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ربي سبحانه يفقد الأمانة يقمش الزايف تاعكم في الزاين سواطاس اسميت يعرض ربي سبحانه الأمانة يقيغ في ينوان أو في القاعة في ثمورث في ذرار أبين أن يحملنها. وقيم مقارن يعني ماشي اللي اعتراض
أما كنت راجل ديال ربي سبحانه سقانا ربون الزميرارة غاستي كالاكي مخلوقات ضخمة جنوان ذرار القاع ربي مرة مخلوقات ضخمة قوية، ولكن استعرفت باللي الأمانة لمنة الزايف أكثر، ولكن رفدت ومدانا ساكن تعيشي دنيتنا أتفضي ذنتي تزال ذفير المسؤوليات غاسو سي زميرارا وسي سينارا، ولكن يقارا ساويتي كان زمر غاس أم بعد سدقريت ندانا وكيما يندم، ولكن دي الآخر دايما ندانا تسد تنقاروث الأمانة. أما كان فهم الزايف ينادى ربي في سورة الشعراء الآية 193 يهضر ربي سبحانه في جبريل ومقارن سفير الأنبياء، ينادى ربي سبحانه نزل به الروح الأمين، يعني الوحي ينزل هذا ربي سبحانه أكد سفير الأنبياء أكد جبريل، وسي صفة جبريل الأمانة يعني يحرز الأمانة. الوحي يستديف ربي سبحانه يستوظف الأنبياء يستوظف الرسل. جبريل عليه السلام هو أمين مؤتمن على وحي الله سبحانه وتعالى. من صفات صفوة الخلق وهم الرسل صفات الأنبياء والرسل عن صفة الأمانة، يعني الأنبياء عن الصفات صفة نسند الأمانة تحافظ في الأمانة حرزن الأمانة. أذكر الأدلة أتصل الآيات على كل حاجة في سورة الشعراء الآية 106 الآية 107 الآية 124 الآية 125 143 161 162 177 178 عند ربي سبحانه يفقنا غيد باللي الأنبياء والرسل عن صفة الأمانة. أدغر بعض الآيات مثلا ربي ند إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. قال الآيات الآية 106 107 من سورة الشعراء ذا غير ندفع ربي سبحانه في لسن هود إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. على لسان صالح إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين، يعني يكل الأنبياء والرسل أكن ملان السعان صفة الأمانة. ألا مثلا قالوا نسن محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. ربي ناد في سورة القصص الآية 26 في حق موسى أشو دينا ربي سبحانه سنة يسيس شعيب تمشاوت معروفة يميت ديوفا وانت دلمان سنت باش يسوي إلى آخره من بعد يعاوني ثنت ذا شو سنانتي بابات سنت فكانت الشهادة نسنت ننتس إيفا بات سنت قالت إحداهما يوسي سنت قالت إحداهما يا أبت استأجره إسرائيل سنت ولانت القوة ينس سيدنا موسى الأمانة ينس، ولكن يودي سنت فكاد الشهادة ينس إبابات سنت سيدنا شعيب ولانت النبي قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ننتس أباباتنا واقي موسى ياقي أو يثيد استأجره وذي يخدم ذاقي غوريك وفكانت تصنف الصفات سيدنا موسى صفة مزور القوة على حمل الأمانة. الصفة الثانية الأمانة يسعى الأخلاق، وصفة الأمانة تجي خلق رفيع خلق عظيم. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام في الآية في سورة يوسف الآية 54 ربي ناد إنك اليوم لدينا مكين أمين. تجي صفة من صفات يوسف إثي الصوضن باش يحكم الأمة ذي الوقتيس. ذا في سورة يوسف الآية 55 أشو دينا ربي يغفير سيدنا يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. سورة على كل حال أتصل آيات دينان ربما تختم سورة المؤمنون الآية 8 أني دي وصف ربي المؤمنين أشو دينا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يفقن ربي صفة الأمانة الصفة جبريل عليه السلام ذو الصفة صفة الأنبياء والرسل وذا ذو الصفة من صفات المؤمنين.
في السنة النبوية فراد نفقن فضل الأمانة وأهمية الأمانة ذي السنة ننفي وشبيح صلى الله عليه وسلم. الأحاديث تصيق الآن من هذا الزوير يقول حديثنا النبي عليه الصلاة والسلام أصدقوا إذا حدثتم، يعني مد مسلايم هضرت ثيثت، وأوفوا إذا وعدتم مثف كم الوعد إلى قتوفين، وأدوا إذا أتمنتم مهطفم لمنا جريف سنوان إلى قد تحرزم. الحديث يجي صحة رواه الأئمة أحمد ابن حبان الحاكم والبيهقي. الحديث وايض إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، ورسعر الإيمان ونسعر الأمانة وجي معنى كمال الإيمان، ولا دين لمن لا عهد له، وإذا غيون يروح الدين سميلا ورطفرا ذي العهود ذي العهديس. الحديث صح رواه الأئمة منهم الإمام البيهقي والإمام أبو يعلى. إلى ذا الحديث وايض النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا والعياذ بالله، كان منافقا خالصا. ربعة صفة ملت ذي بنادم ذا منافق. ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، ولكن لقد تجي مقارن النفاق العملي ماشي النفاق العقدي. خطر النفاق العقدي في دين ربي سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقي قانص نفاق العقيدة، ولكن نفاق في دين النبي عليه الصلاة والسلام وقي النفاق العملي يعني ذي السلوك. إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، أتسيري ذيك خصلة من النفاق لما تيجا أشو نطرب عياكي إذا اؤتمن خان ما يلوث يمنن يخذعيث صفة سناث، وإذا حدث كذب ما يلين مسلايد يسكذب في ثلاثة، وإذا عاهد غدر ما يفكد العهد أذي غدر في صربعة، وإذا خاصم فجر ما يلين الشوك ذيون يفجر، يعني أديني أول الجرحان أديني يرمسلاي وقيم قرن الفجور. الحديث يجي صحة للصوضيثيد الإمام البخاري أو الإمام مسلم. ثلاثة نتمشى وتحكى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة نيق روح عندي الصفر يقدر ربي سبحانه وفاد ديما داخل يوث السلف يوث الحفرة من بعد الصخرة يعني يوث تزروث ثولي ثغال ثرس سلقضاء ربي سفلا وقموشنا سفلا قيمي تسرف ثني سلقضاء ربي سبحانه يثبط ثغال ثغوم إيمين قموش تسرف ثني لان داخل السيار يعني تكسن باش هذا عدين ورزمير نارا من بعد كل يوم ديك السن يتمثل يا ربي سبحانه سيوث الخدمة يخدم سيوث من ربي سبحانه يا ربي ما تزرد الخدمة يخدم سيوث ميك كسر تزرو ثاقي سلكار سوفا سلف ثاقي ويسلف هذيك السنة شو سينا الناس اللهم استأجرت أجارا الناس ربي تحصيل زريض ساري خدام نرغوري وأعطيتهم أجرهم في غسنا كل خذ يعني أمي قراتي بنسن نغفي ذي نسن خلص أختن غير رجل واحد يونس سيسنوث خلص غارا ويسارا ترك الذي له وذهب أين سعر غوري يجاث إناس فثمرت أجره أذري مني سخذمخ وتجي غير كان ذلماني قمر غوري يسخدمي ثم كان قائد القار شغل يخدم انا انفستيسمون بروجي دانفستيسمون مشروع استثماري الناس فثمرت اجره حتى كثرت منه الاموال المكثر الله يبارك يعوم الخير فجاءني بعد حين يعني بعض السنوات يساد مخلوقني فقال يا عبد الله إن سنيدا يا عبد الله أدي إلي أجري أفكيد الخلاصي وخلصي ذي أشو سينا فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم إن ساكون ثوالي ثيطيش أما ذي الغمان أما ذي الزقاران أما ذي خرفيان أما ذو اللي يكوينك فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي
الناس استهزاء راسي الناس كيني ظل كان الاجرينو لا بينو يعني اين خدمه في فيو الناس الخيراكي مقار ماشينو الناس استهزاء راسي اني لا استهزئ بك ماشي استهزاء يسك ولكن يكون تسوالا ذين استخدمنا ذي الاجرينك لما نتجد غريفه سنيو استخدمنا تستوغالك الله يبارك يعوم الخير يجوك تواني كينيك فاخذه كله يبويث مره فاستاقه فلم يترك منه شيئا بعد شو سينا ذاك تمسى يا ربي سبحانه مخلوقا شو سينا إنس اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه إنس ربي ما تحصي ضيني خدمك خدمك وذميك يوذم ربي سفغا غسير طيقاكي فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون سلقضاء ربي يكس تزرثي ثم قرانت افغان سلف الني الحول ببريد انسان فرحان الحديث يجي صحة يصوهد الامام مسلم والامام البخاري والامام ابو داود. نقطة ثالثا انواع الامانة. اتصل الامانة قلان خطر المعروف عند الناس حفظ الودائع ما كان يضي المقدمة ولكن الحقيقة معنى الامانة في اللغة كل شيء الامانة تصل الامانة ثم زواروث أمانة الأوامر والنواهي ألف في العبادات باء في المعاملات يعني ربي ما يفكديون الأمر من ضعيف أثن حفظ في الأمانة أمانة الأوامر من هيغد فيون الأمر نغا سوال ذا نحفظ في اللاس ربي ناد الظال ما نزول نحفظ في الظاليف من نغلظو نحفظ في الوضوء من زكا من وظام تيجيك أوامر الله سبحانه وتعالى ذا النواهي أين في غنها ربي سبحانه إن ذا سيجد الحرام من جات أثن نحفظ في الأوامر يعني نحفظ في الأمانة من النواهي. النوع والسين قرنس أمانة النعم. أمانة النعم ربي القرآن الكريم يناد وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها في سورة إبراهيم الآية 34 ربي فكيغ دا كوين السوثري فكيغ النعم سواطاس الصحة الدرية لهنا أين كيغ فكا ربي سبحانه من النعم إلا قثنت نحرز من حرزيثنت أثان نحمد ربي نشكريت. النوع والثلاثة قرنس أمانة الولاية يعني المسؤولية الوظيفة المهمة ذاكي المدينة الولايات قلنا إماولا في الدريان سن ذاكي الأمانة إلى قد حرزن ذا إماولا الأزواج في ثلاوين سن أرجاز في مطوثيس المسؤولون الموظفون يخدمان الشيخ اللاكول الشيخ الجوامع الإعلاميون رجال الإعلام ورجال الصحافة الدعاة والعلماء أم كل يون ذو كانيس يكوين خدمن ذي الأمانة إلى قد حفظا في الناس إلى قد حرزن. أصل هذه الأمانات الحديث الجامع للنبي صلى الله عليه وسلم دينا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته المدينة فالإمام راع الإمام عن الحاكم ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها إلى آخره. يعني الحديث الجامع يفقنا النبي عليه الصلاة والسلام أم كليون أي لنا المسؤولية غريفة سنيس الأمانة إلى قد يحفظ الناس إلى قد يحرز. الحديث يقول الإسلام حديث صحة يصور في الإمام البخاري. النوع والرابع اسم أمانة المشورة. جاء في الأثر ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. ما يساد يون يشاورك المشورة ذي الأمانة إلى قصد فك ضرايك أين تتوالغ تيذت أين تتوالغ ذي الحق وريلا قارا تتوالغ أين النظام أتوالغ يون الراي شست فك الراي وايض لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود يناد المستشار مؤتمن حديث صحيح رواه الإمام أحمد مؤتمن مع أن يشاورك يون فكاس الرايني
إثواليض تيذت. الأمانة تيس 5 اسمس أمانة القضاء الوكل فلاس أكثر خاطر إمذان في عد البطل يتوحقرا عند تروحون سخا من الشرع أضروحا القاضي والقضاء مهمة نبيلة خطيرة وهي من الأمانات العظمى. للأمانة مقارنة ربي في سورة النساء الآية 58 ينادى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. خاطر سينهم ذان ما يحقر يون معليش ولكن باش يحقر القاضي نغا يظلم القاضي تساقيد الكارثة ثم قران. ينادى ربي في آية أخرى وإذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط سورة المائدة الآية 42. وفي سورة النساء الآية 105 ربي ينادى إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. النوع وسا اسمس أمانة الشهادة. الشهادة ذنتسات كان أرادي في جنتيذت أي غير الشرع يحرم ومقارن الشهادة الزور ما إلا يوني شهادة الزور أثن الحقني يفريث يغباث يغميث وقيذ الحرام. لذلك الشهادة ذي الأمانة مدران رغوري كما ذا رقازة ما تمطوط باش تفكر الشهادة أتسيلي ذينيين تيذت إلا قد فكر التموانيا جينيك أكني قلا وإلا قرأ أتفرض نغا تغمض نغا تنكرض إما ترغيبا أو ترهيبا. خاطر إلى ومذان أدي يصور سيون أسيني شهد الفايدة أك خلصة نغوايض أدي يصور غورصة سيني لو كان ديني الشهادة أنت تسروي في الله بالترغيب أو الترهيب. ولكن المؤمن إلا قد يفك الشهادة كريث الله مهما كانت النتائج ربي ناد في سورة الطلاق الآية 2 وأقيموا الشهادة لله. العدد الشهادي وذم ربي الشهادة للحق الشهادة امتدت. في سورة البقرة الآية 283 ربي ناد ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ربي ناد ولا قرأت فرم الشهادة امتدت ولتي فرن ولتي نكرن آثم قلبه يبي ذنوب قران. لذلك شهادة الزور يحسب النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر. تم قران مقرانين نغسيث مقرانين. ذي الخاتمة ثالثا أدنفك خلاصات كثيرة على كل حال ولكن أهم هذه الخلاصات هذا دينيق خلاصة مزوار. سئل النبي صلى الله عليه وسلم استقسى فيون الناس يا رسول الله متى الساعة بالمثل غير الدونيث الناس النبي عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إنك حديث صحيح رواه الإمام البخاري إنك ما ضاع الأمانة أرجوث الساعة يعني أرجوث يوم القيامة. باش نفهم مثلا أثيستماثين بالأماناكي مقر الشميس ساعة غزل ذا مقران من تولي يسال الأمانة ضاعا ذين يعني يهلك أول ذين جرح ثسا سوطاس. النبي عليه الصلاة والسلام ثقيل الخلاصة الثانية يناد إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يجمع يعني يكون مزورة ذي نقورة يرفع لكل غادر اللواء والعياذ بالله. وين يكون غضر نوايض تعلم في سدفان يعرف به يعني يعرف بذلك اللواء فيقال هذه غدرة فلان والعياذ بالله. وكذا كي غدرن ذي الدونيث وكذا كي خدعن ذي الدونيث أدفن خديعة نسن لغدر نسن ذي الآخر يريم ذانا يرثخ القث مرة سي آدم المذبذ من قالوا الحديث يصح رواه الإمام البخاري. الخلاصة قالوا الثلاثة هذا دينير آية مثلا الأمانة يجي ذنتاتك تساكن السري ثلث النار ما إلا إمذانا توالين الخداع توالين الغدر توالين الأمانة ضاعا. أما ذا التاجر يضيع الأمانة الناس أما ذا المسؤول يضيع الأمانة الناس أما ذا الشيخ ضيع الأمانة الإنسان أما ذي خدام إنما ما تضاع الأمانة السر تذرث يروح.
السر الدونيت يروح. لذلك يتمثل اوها ربي ان نعاون اكن من لا امير جازن ام ثلاوين اما من قرانا اما ذي مشطاح اما ذي مضبران اما ذي الرعيه ذي المحكومين اكن من لا ثاني تمثال باش نحرز الامانه باش تذرث النغ اتيلي تقرز وتجي غاون السر ذي سر ارثي مليليث. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.